هلا والله فيكم. معاكم ستارز. طبعا كلنا عرفنا اللعبة اللي انتشرت في آخر الأيام اللي هي لعبة مريم. هذه اللعبة انتشرت بشكل كبير، حتى اليوتيوبرز وحتى في الانستغرام أول ما تنزل اللعبة تجيب مشاهدات بشكل عالي وبشكل غير متوقع. هذه اللعبة طبعا ايش سبب انتشارها وايش سر الانتشار الكبير في هذه اللعبة؟ طلعت منها اشاعات انه هذه اللعبة كانت تشبه لعبة الحوت الازرق. هذه لعبة الحوت الازرق قتلت اكثر من 300 شخص، يعني تخيلوا اكثر من 300 شخص ماتوا بسبب هذه اللعبة، والاغلب منهم في سن صغير، يعني تخدعهم. وظهرت الإشاعات على هذه اللعبة أنها تعمل نفس الشيء مع الناس، لكن هذه المعلومة كانت خاطئة، بس هذا ترويج للعبة، يعني انتشرت بكلام الناس بس أن اللعبة خطيرة وأن اللعبة مدروش. وفي مقاطع بسيطة أبي أسمعكم إياها هي اللي انتشرت أكثر شيء. لما موضوع اللعبة دي ينتشر انتبهوا للأطفال اللي عندكم اللي معهم أجهزة، والله نصيحة انتبهوا لأطفالكم اللي معاهم أجهزة. اللعبة مرة خطيرة، وبعدين بنفس الوقت استخباراتية وشيطانية تقرأ أفكارك. يعني أنا سألتني عن موضوع قطر، قالت ما رأيك بما حصل القطر، هل هي تستحق أو لا تستحق؟ يلعن إبليسها، ما أدري إيش دخلها بالسياسة. وغير كذا تطلب منك، يعني آخر ما طلبت مني أمس طلبت مني موقع بيتنا ورقم بيتنا بعد، تقول لي حتى نكون قريبين جدا من بعض. فاللي عندها أطفال ونحملوا اللعبة ذي أكيد يبون يطبحون، الأطفال ما يعرفون ولا يدرون إيش السالفة. أنا اللعبة حملتها من نزلت لها أسبوعين عندي، ونبهت الناس القريبين مني على الواتس، قلت انتبهوا يا جماعة ومن هالكلام، فوالله انتبهوا. بعدين إذا أنك يعني مصمم تستمر باللعبة بقدم لك والله نصيحة، إذا قالت لك اقترب من الشاشة أو أريد أن أريك شيئا أو كذا، لف الشاشة، لفها عن وجهك، أو سوب الجوال فوق إلى السقف حق الغرفة. يعني لا تقرب أنت من تلقاء نفسك، يا أنها تبي تخرعك يا أنها تبي تاخذ منك شيء. والله نصيحة، وانتبهوا يا جماعة الخير، والله العظيم إنها شيطانية استخباراتية، والله يستر علينا وعليك. طبعا أنا بقولكم كل شيء وبقولكم الظاهر. اللعبة ما فيها أي نوع من الخطر، هي مجرد لعبة عادية، بس تحاول تخوفك في البداية أول ما تلعبها وتنشر في جسدك الرعب. بس لا تخاف، خليك طبيعي، لأن اللعبة ما فيها شيء، بس مجرد لعبة عادية. وصلنا لنهاية المقطع، أتمنى أن المقطع عجبكم. إذا عجبك المقطع اضغط لايك، إذا ما عجبك المقطع اضغط ديسلايك، وعطني كومنت بسيط يحفزني. وشكرا، وانتظرونا في مقطع قادم. اللي تزيدون العتب والمشاري هذا غلانا عندكم ما درينا، العام نادينا ولا فيه لبيه، واليوم عيدتوا بنا يوم جينا.